معكم عزيز المنجي. النهارده اخر يوم في شعبان 29، وعايز اقول لكم النهارده ارحب بالاستاذ رامي. الاستاذ رامي طبعا هيرحب بيكم. يا اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. قول لهم برضو من ناحيه الصحه النفسيه او النفسيه عامه مع بحر اسكندريه او اي بحر عامه. طبعا البحر ده سبحان الله يعني كاتم اسرار، يعني زي ما بيقولوا. فالانسان بيجي سواء هو هيمارس هوايه الصيد او التامل. يعني هو البحر ده جميل في كده، يا صيد او تامل. طبعا ده غير طبعا الهواء النقي، يعني غير الهواء النقي اللي ما فيهوش عوادم سيارات ولا في اي حاجه. الحته اللي ورانا دي الحمد لله ان هي بحر مفتوح، يعني بحر مفتوح كده. فالهواء فيه درجه نقائه وصفائه 100%. يعني لما يبقى بحر مفتوح زي كده، وبعدين الحمد لله هنا اهو مفيش اي مراكب بتمشي بترمي مخلفات، مفيش اي شركات. حتى مثلا مطعم زي ده، مطعم موجود اهو، ده بيبقى كل مخلفاته او اعزكم الله صرفه او اي حاجه بتبقى عن طريق الشبكه الارضيه، اللي هي الشبكه بتاعت البنيه التحتيه. فما بيصرفش اي عوادم في البحر. عشان كده المكان ده من الاماكن الجميله. طب برضه استاذ رامي لما بنقف ربع ساعه نص ساعه قدام البحر بيوديك في عالم تانية ويحسسك بالاسترخاء، يعني واحد مثلا عصبيته بايظه حاجه زي كده، ولا ايه رايك؟ هو بس ما ياخدهاش نوع من انواع بصراحه، يعني نتكلم بصراحه، احنا على ابواب شهر كريم، مش عايزين نخدع بعض. لو خدها على انها يوجا او مش عارف نظام التعبدات بتاعت اهل التبت دي، او الموسيقى او الرياضات اللي هي فيها ضحك على الدقون، انت تاخدها تامل في ان انت بتشوف صنع الله، ان انت بتقول سبحان الله، بتقول الله اكبر، الله اكبر من كل ده، من كل اللي حوالينا. الكلام ده كله يعني في عرش الرحمن ما بيجيش حلقه في صحراء تايهه. فانت بتقول سبحان اللي من ابدع وخلق ده. لكن هتاخدها كنوع من الوهم ان انا جيت بقى فانا هقعد مربع وهعمل يوجا وهقلد مش عارف الراهب مين بتاع الهند، هتتعب اكتر وهتروح تتعب. لا، انت تيجي تذكر الله وتقول ان كل ده بالنسبه مثلا، مش هقول بالنسبه يعني ليس كمثله شيء، هقول يعني مش هقول بالنسبه لله، هقول بالنسبه لسيدنا جبريل. ايه الكلام الفاضي ده؟ ده سيدنا جبريل عنده 600 جناح بيقف بيسد الافق ما بين السماء والارض. فهو هنا نوع من ذكر الله عشان تستفيد بيه. ومن ناحيه التامل قدام البحر اسكندريه يعني بيعالج برضو من العصبيه. لازم نعمل استرخاء برضو من ناحيه البحر. طبعا بتلاقي نفسك بتتعالج يعني. الا بذكر الله تطمئن القلوب. ما هو انت مش هتعمل استرخاء يا كابتن عزوز، ولا هتعمل تامل غير لما يبقى ربنا في يعني سبحان الله ذكره في الموضوع. يعني لكن انت هتعمل استرخاء وهمي ان انت جيت صفيت نفسك وبصيت في الميه نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ايوه، لكن اول ما تمشي لو انت عملت الاسترخاء الوهمي ده اللي هو مخلوط بشويه الخزعبلات، اول ما تمشي بدقيقه واحده هتفتكر كل الهم. لو تذكر الله كده تمام بالله الواحد يعمل استرخاء وبرده يرجع برده ايه النفسيه برده منيله عشان خاليه من ذكر الله. لكن لما تبقى مشموله بذكر الله خلاص كل شيء بيهون، كل شيء بيضيع. الله يفتح عليك استاذ رامي، الله يفتح عليك. فعلا استاذ رامي كلامه صح. انت ممكن تروح كافيهات وتغير مطعم وتروح ده، لكن احنا فينا عفاريت، فينا جن، فينا شياطين. ليه احنا ما نقولش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما نقولش الاذكار الصباح؟ انت ممكن تدلع نفسك، وانت ممكن تدلع نفسك وتروح هنا وتروح هنا، لكن فجاه تلاقي الانسان ايه قلب. ولا رايك استاذ رامي؟ طبعا كلام مظبوط 100%، هو ده الكلام الصح. قول لهم حاجه في الاشتراك واللايكات، يا ريت بقى وال 4000 مشترك. الناس بقى تتفاعل كده ودعم كده، وان شاء الله في رمضان تكون قناه جميله باذن الله تسعد الجميع. الله يبارك له يا رب، وكل عام وانتم بخير، وشكرا لكم.